Do you believe in God? Chair. All right. Put your pants up a little bit. Have a seat. Do not think about getting up, right, buddy? هذا هو نيكولاس كروز البالغ من العمر 19 عاما، والذي قتل قبل هذه اللحظة ب3 ساعات و55 دقيقة 17 شخصا في مدرسته الثانوية السابقة بفلوريدا. وكان من بين القتلى 3 معلمين و14 طالبا، كان معظمهم صغار السن، وأصيب 17 طالبا آخر بجروح خطيرة. استمر كروز بإطلاق النار لمدة 7 دقائق، ثم اندمج مع الطلبة أثناء فرارهم من المدرسة. وبعد 1 و20 دقيقة توجه إلى مترو الأنفاق ثم إلى ماكدونالدز، حيث التقى بالصدفة مع أحد أشقاء الضحايا وتبادل معه بعض الحديث. لم يكن الطالب على علم بأن أخته الكبرى قد أصيبت للتو في صدرها من قبل كروز الجالس معه على نفس الطاولة. تم نشر أوصاف كروز على الراديو، وبعد ساعات ألقى ضباط الشرطة القبض على نيكولاس كروز على بعد ميلين فقط من المدرسة، وتم نقله إلى أقرب مستشفى وفحصه الطبيب لمدة 1 و45 دقيقة تقريبا، ثم تم نقله إلى مقر الشرطة للاستجواب. منذ لحظة دخوله للغرفة أبقى المجرم نظره موجها إلى الأرض، كما لو أنه في حالة صدمة أو مفصولا عن الواقع. في هذه اللحظة التي يغلق فيها الباب يرفع رأسه لملاحظة محيطه. تغير سلوكه فجأة بمجرد اعتقاده بأن لا أحد يراقبه. إذا نظرنا إلى سلوكه في السابق يمكننا أن نرى الفرق من شخص يبدو في حالة صدمة إلى شخص بوعي كامل. تغير سلوكه مع تغير البيئة. All right. How you doing, Nick? You all right? Gotta be able to speak so I can hear you. All right. I just need to ask you really your name and date of birth just to confirm I got it right, and then I'm gonna see you want a glass of water or something. What's your first name? Come on, Nick. Huh? Nicholas. Spell it for me. Okay. Come on, I'm old. You got to talk so I can hear you. N-I-K. O. L. Okay. S. A-S. And what's your middle name? Jacob. Come on, man. Speak so I can hear you. Jacob. Jacob. J-A-C. What's your date of birth? Okay, you need to relax because I'm the last detective or policeman you're going to have to talk to. So right off the bat, that should be somewhat comforting to you to know that I'm the last guy you got to talk to. But the thing about it is, look at me. I got to be able to hear you. Okay? So all I want to do is get basic information from you, and then we'll get into the, whether you want a glass of water, all that stuff. يحاول المحقق أن يكون هادئا حتى يتمكن من استخراج المعلومات من المتهم، فهو لا يسعى للحصول على أي اعتراف، فهو يعلم أنه فعل ذلك، ولكنه بحاجة إلى معرفة سبب قيامه بذلك، الأمر الذي سيتطلب استراتيجية معقدة من أجل الحصول على المعلومات الصحيحة. ولكن السعي وراء هذا الهدف أمر معقد جدا نظرا لوجود نوعين شائعين جدا من السيناريوهات. فعندما يتم استجواب هذا النوع من المشتبه بهم، ولكي نكون واضحين تماما، فعندما نقصد هذا النوع من المشتبه بهم فإن ردة فعلهم الأكثر شيوعا هو الصمت التام. أما النوع الثاني فهو العكس تماما، حيث يصاب المتهم بالهستيريا المفرطة أو الهذيان. يجب ألا يسمح المحقق جون كورسيو بحدوث أي من هذه السيناريوهات، وهذا يجعل أول دقيقتين ضرورتين للغاية لخلق انطباع إيجابي وفي نفس الوقت يحافظ على سلطته. ومنها سيحاول المحقق إخراج المتهم من حالة الصمت الذي هو فيها
وإذا نجح سيتجاوز العقبة الأولى. What's your date of birth? 09 January? 09 09 September. فريق التحقيق يعرف مسبقا كل هذه الإجابات بالفعل، لكن هدفهم الوحيد هو جعله يتكلم وبناء الثقة معه، حيث تعرف هذه الأسئلة بالأسئلة الافتتاحية. على الرغم من أن المشتبه به ما يزال منغلقا على نفسه، لكن يمكننا أن نرى بوضوح أنه بدأ بالاستجابة شيئا فشيئا، مما يجعل نسبة تراجعه إلى حالته السابقة بدأت تتقلص. والطريقة الثانية التي تأتي غالبا بعد هذه المرحلة هي عرض الطعام والماء عليه. All right. Let me do this. You want cold water? I don't know. You don't know if you want cold water? Thank you. Well, thank you. I'm going to bring in two because I want one. It was hot, and if you decide you want to have it, that's fine. You sure you don't want something to eat? Okay. Of course, I have so many different keys. All right, I'll be right back. مرة أخرى يتغير سلوكه فجأة عند خروج المحقق. لا يمكن تخمين ما يدور في ذهنه في هذه اللحظة، لكن ما ستراه بعد ذلك هو شيء مثير للاهتمام. Kill me. كروز كان مطلق نار أحسر، حتى كاميرات المراقبة في المدرسة تؤكد ذلك. وإذا كنت منتبها لتحركات يده سترى أنه ما زال يتخيل أنه يحمل سلاحه. لكن ما هو أكثر دلالة هو تغير سلوكه فجأة عند تذكره بأنه ما يزال مراقب. يتغير سلوكه من حمل السلاح إلى الابتسام، ثم التظاهر بالبكاء، ثم العودة إلى سلوكه الانتحاري. كل ذلك حدث في أقل من 4 ثوان. يمكن الافتراض أنه لبرهة لم يتذكر الهجوم فحسب، بل كان يشعر بالرضا على فعلته، ثم يتذكر أنه يتظاهر بالجنون، وبعدها بدأ بإظهار ميوله الانتحارية. ذاته الحقيقية تظهر أنه مستمتع بالقتل ويشعر بالرضا، بينما هنا يظهر أنه مكتئب ويريد الانتحار. كل شيء متعارض تماما. Kill me. يعض نفسه ولا يخرج أي دم أو حتى ترك علامات أو خدوج. ثم يخدش نفسه في الأماكن التي أخذ منها الدم في المشفى. لكن في هذه اللحظة التي يدخل فيها المحقق سيتصرف كما لو أنه يحاول يائسا إخفاء سلوكه المضر بالنفس. All right. If there's not bleeding anymore and you want them off, we can pull them off. I'll get you a garbage can. You want them off? Just put them on the corner. Throw them on the floor in the corner. All right. This one is mine, because I already opened it. This one's yours in case you change your mind. إن الدقائق ال4 التالية هي عملية شاقة جدا لجعل المتهم يتفاعل أكثر من خلال سؤاله عن نوع ورقم هاتفه، وبعدها يستفسر المحقق عن الأم لمدة 6 دقائق تقريبا، حيث كشف المتهم أنها توفيت العام السابق. قبل تحول النقاش إلى حياته الشخصية، أخبر كروز المحقق أنه كان يمر بحالة اكتئاب حادة، ثم كشف عن تاريخ تعاطيه للمخدرات. وبعدها انتقل النقاش إلى موضوع الأسلحة التي يملكها، والذي استمر لمدة 4 دقائق ونصف تقريبا. لم يتم ذكر الهجوم على المدرسة بعد، لكن آخر بندقية ستتم مناقشتها هي سبب اختياره للسلاح الذي نفذ به الهجوم. What made you choose out of all the guns to want to buy an AR-15? Cool looking. Cool weapon. Okay.
Now, when you bought it, I mean, it was a legitimate purchase. They gave you a receipt and everything, right? So you bought it legally, right? Did you fill out those forms and everything? Okay, you remember those forms? Okay. بعد ذلك يدعي المشتبه به أن لديه مشاكل ذهنية، وكان هذا هو أول تصريح قام به عندما تم القبض عليه. What's going on today, bro? The demons, man. Demons? Voices. Voices? Voices and demons? Where's the voices? Demons, man. Demons? Voices. هاتان الكلمتان شكلت الآن الحيلة الأساسية للمحقق أثناء استجوابه، وهي فضح الخداع تحت ستار السلوك الإيجابي. سيتم تصميم الأسئلة لحبسه في سرد محدد عن مشاكله الذهنية المزعومة، وسيحاول المحقق الآن الحصول على سرد تفصيلي لهذه الاضطرابات الإدراكية، وسيؤدي هذا إلى حبسه في ادعاءات محددة حول ما كان يسمعه. وكلما قدم المزيد من المعلومات كلما قلت قدرته على تغيير أقواله لاحقا. يعتقد المشتبه به أن هذا النوع من التقييم السريري هو من أجل سلامته، وسيصبح هذا المفهوم الخاطئ واضحا بشكل صارخ في وقت لاحق. وفي هذه اللحظة هو غافل تماما عن حقيقة أنه يعطي معلومات ستستخدم ضده في المحكمة. And you're talking about demons. What are the demons? The voices. Well, tell me about it. What are the voices about? It's another voice, the evil side. Okay. And how long has that voice been going on? Years. And what does the voice say to you? Burn, kill, destroy, Okay, burn, kill, destroy what? anything. When was the last time you heard the voice? Yesterday. And what time was it yesterday? It was at night. Okay. And where were we at? Work. You're at work? So you're at Dollar Tree. And what's the voice telling you? Hurt people. To hurt people. Hurt people at Dollar Tree? Or hurt people? Hurt people in general. Okay. Doesn't say specifically who? Alright. What, is it a male voice or a female voice? Male. Male? Can you tell how old the voice is? My age. Okay. Do you have a good voice too, or just a bad voice? Is there a voice inside you that says, do good things? سيحصل المحقق في الجزء التالي على مزيد من المعلومات حول الأصوات المزعومة، ولكنه لن يضطر بعد الآن إلى السير بحذر من أجل الحفاظ على اتصال ودي مع المتهم. سيظل يستخرج المعلومات منه، لكن أيضا سيواجهه بطريقة مباشرة، فلن يعد خطر تخويف المشتبه به لدرجة توقفه عن الاستجواب مصدر قلق بعد الآن. Did the voice tell you to buy that AR-15? Yes. Did it tell you, hey, buy that gun, it looks cool? Did the AR-15 get picked out because it was similar to the gun that an Army Ranger would carry? No, it's because of the voice. Since me and you have been talking, have you heard the voices? What's it said? Saying cut yourself. For you to cut yourself. Does the voice like me? Oh, Does the voice like me? he doesn't trust you. Why doesn't he trust me? I'm pretty relaxed, ain't I? I'm trying to figure that out too. Well, what doesn't he like about me? I mean, I'm kind of grinning because I want to know what the voice's problem is with me. What doesn't he like about me? I treated you fairly. I've given you water. I talked nice to you. You know. You're too nice. I'm too nice. Yeah. How many times has the voice talked to you while we've been in the room here together? A lot. Has the voice said jump out of the chair and do anything bad to that policeman? I don't really believe there is a voice, to be honest with There's a you. voice. No, I don't think there is. I'm telling you the truth. There is. No. I mean, I feel you probably want to kill yourself because of what happened, but... No, the voice is telling me to kill myself. Okay, but the voice is telling you that the AR-15s is... You like guns, man. You want to be a ranger. You like guns. It's all right. There's cops like that. There's cops who got 50 million guns. You didn't buy guns because the voice said, hey, today I like Mossbergs, tomorrow I like AR-15s. You like guns. Can call the psychologist.
I've already got the questions from some of the psychologists. Some of the questions I asked you were from, yeah, I see. that's the ones I asked you. You already, No. من الواضح أن الأسئلة وضعت من قبل فريق التحقيق، لكن المشتبه به لا يعرف هذا. ومن المهم ملاحظة ردة فعله عندما يرى أن الأسئلة ليست متعاطفة معه. ربما كان يعتقد أن معالجا نفسيا سيسأله عن مشاعره ويمنحه نوعا من الطمأنينة بعد أن ارتكب جريمة قتل جماعية. يصبح المتهم غير مستقر بمجرد أن يدرك أن الإجراءات لن تكون متعاطفة معه. voices, are they inside or outside of your head? What do the voices say? These are all questions I asked you. How many voices? You said one. Whose voice do you think it was? You didn't know. What's wrong with me? I don't know. I don't understand why you can't admit you like guns. You want to talk to a psychologist. Why didn't you talk to a psychologist when the voices started? The voice is telling me not to, and I listen. The voice was telling you not to talk to a psychologist? Yeah, but myself, I wanted to. You ever go to church? I wanted to. No, I'm saying ever in your life. Yeah. Do you believe in God? I don't believe in God. What do you believe in? I feel like there's something. Okay. But if you believe in demons, do you believe in angels? Angels is the good. Demons are the bad. When you say the word demon, you think it's an evil spirit? Or what do you think it is? A voice. When was the last time you think you did Xanax? A long time. So if the Xanax helps you get the demons away, Marijuana does it better. marijuana does better. When was the last time you smoked marijuana? Last week. Last week? If you're making $1,200 a week, why didn't you smoke marijuana every day to get rid of the demon? Illegal. It's illegal? Yeah. And it's illegal. It was illegal whether you do it once a week or once every 5 minutes. So why didn't you choose to get rid of the demon by doing it? Anytime you heard the demon, just, I personally, I think you're using the demon as an excuse. I'm not. I promise. You could have stopped the demon by getting a prescription for marijuana. You could have stopped the demon by getting a prescription for Xanax. You could have stopped the demon by illegally doing marijuana, which you were doing anyway. You could have stopped the demon by doing Xanax illegally, which you were doing anyway. You could have stopped the demon anytime you want. You didn't want to stop the demon. يبدو أن المتهم قد أدرك أنه لن يتم التعامل معه كضحية، فعندما يبدأ بمواجهة هذا الواقع ستلاحظ ظهور علامات الخوف عليه، ثم ستراه يحاول الهروب من المواجهة من خلال تظاهره بحالة هذيان مرة أخرى. سيدرك المحقق هذا، لكن هذه المرة لن يطمئن المتهم، وبدلا من ذلك سيخبره بأنه مدان. وهذا الإدراك المرعب سيظهر على المتهم بشكل واضح من هذه اللحظة فصاعدا. No, that's not true. You didn't. You could have. I've given you 4 ways you could have stopped the demon, man. Okay, now you're just acting like that because... No. Okay, well, relax. You're just acting like that because I'm making sense. Calm down. I'm making sense, and you don't like when it makes sense. No. Because it doesn't fit into the story you're telling right now. I'm telling you the story. It's just true. It's Well, why are you looking at your arm now? I'm trying to understand why. Well, why didn't you want to stop the demon? I don't know. Because I think you like the demon. No, I don't. I get an attorney or something. You want what, an attorney? Yeah. Did the demon or the voices tell you to get an attorney? Okay. Because the attorney, the demon just requested, I will stop talking to you. تم نقل نيكولاس كروز إلى سجن مقاطعة براود، حيث لا يزال في الحبس الانفرادي حتى يومنا هذا. وكان الشاب البالغ من العمر 20 عاما محتجزا بدون كفالة منذ إطلاق النار الجماعي في عام 2018 الذي أسفر عن مقتل 17 شخصا. وقال محاميه أنه سيعترف بالذنب مقابل عقوبة السجن مدى الحياة، لكن المدعين رفضوا هذا العرض ويسعون إلى عقوبة الإعدام.